السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. عرفت القناة سقطة غير مسبوقة بسبب هجوم الذباب الإلكتروني الجزائري، ولهذا نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وإضافة تعليقاتنا الخالدة: الله، الوطن، الملك، الصحراء مغربية. في محطة جديدة من مساعيه لحلحلة ملف الصحراء، حمل المبعوث الأممي ستيفن دي ميستورا رسالة صارمة إلى قيادة جبهة البوليساريو خلال زيارته يوم الأحد لتندوفه. أكد فيها أن خيار الاستفتاء لم يعد واردا مطلقا، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الواقعي والوحيد الذي يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي للتفاوض بخصوصه. مصادر كشفت أن دي ميستورا شدد أمام قادة الجبهة على أن عددا من القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى دول وازنة داخل مجلس الأمن، باتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الأنسب لتسوية هذا النزاع المزمن وفي أقرب الآجال. كما أوضح أن بعض الأعضاء الدائمين في المجلس يدفعون بجدية نحو اعتماد هذا الخيار كمرجعية نهائية للعملية السياسية، غير أن اللقاء لم يمر بسلاسة، إذ اصطدم المبعوث الأممي بتصلب قيادة البوليساريو التي كررت خطابا متهالكا يعكس الموقف الجزائري أكثر مما يستجيب للتحولات الجارية في موازين القوى الدولية. هذا الإصرار على التمسك بخيارات متجاوزة دفع دي ميستورا إلى مغادرة تندوف غاضبا بعدما لمس غياب أي استعداد للتجاوب مع متطلبات الحل الواقعي. ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس لحظة مفصلية في مسار النزاع، حيث باتت الأمم المتحدة نفسها تميل بشكل واضح إلى دعم الحكم الذاتي باعتباره حلا عمليا وذي مصداقية، بينما تواجه البوليساريو عزلة متزايدة نتيجة تمسكها بأجندة لا تجد صدى لدى المجتمع. حقق المنتخب الوطني المغربي إنجازا كبيرا بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليؤكد مرة أخرى حضوره القوي على الساحة العالمية ويواصل مسيرة التألق التي بدأها في مونديال قطر 2022. هذا التأهل لم يكن مجرد عبور رياضي، بل كان تعبيرا عن طموح أمة وتأكيدا لمكانة المغرب كقوة كروية في إفريقيا والعالم. كما وصف الإعلام المغربي هذا التأهل بالمستحق، وركز على أن المنتخب نجح في ترسيخ مكانة بين الكبار، ما جعل الصحف المحلية تشيد بروح الانضباط الجماعي واللعب القتالي الذي أظهره اللاعبون. كما نوهت بعودة الثقة بين الجماهير والمنتخب بعد سنوات من التذبذب. وفي ذات السياق أبرزت الجزيرة الرياضية وبي أن سبور أن المغرب بات رقما صعبا في الكرة العالمية. وزادت فرانس فوتبول أن المغرب لم يتأهل فقط بل استعد للمنافسة. وركزت الصحف الإسبانية والفرنسية على تألق النجوم المغاربة في أوروبا مثل حكيمي وزياش. وفي السياق ذاته أشاد بادو الزاكي مدرب منتخب النيجر بأسود الأطلس، واصفا إياه بالأقوى في إفريقيا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه ب5-0. وقال بادو: لا يوجد ما نخجل منه، فقد خسرنا أمام منتخب يعد الأقوى حاليا في إفريقيا والمرشح الأول لكأس الأمم الإفريقية. وأضاف: من الصعب مجاراة قوة المغرب بكامل الصفوف، فما بالك ونحن منقوصون بسبب طرد لاعب مبكرا وأمام حضور جماهيري قوي في المدرجات. وتابع مدرب منتخب النيجر: أهنئ المنتخب المغربي على أدائه وأتمنى له مشوارا موفقا في كأس العالم 2026. وفي تصريح لافت رشح بادو الزاكي النجم المغربي أشرف حكيمي لنيل جائزة الكرة الذهبية الأوروبية، مؤكدا أنه يستحقها بجدارة نظير تألقه مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب. وفي السياق ذاته أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني أنفانتينو بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026، واصفا هذا الإنجاز بالاستثنائي.